السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى واغلى ناس في الدنيا دي كلها؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا في اسعد اوقات حياتكم. طبعا في البداية كده حابة اشكر التفاعل اللي حصل على الفيديو اللي فات واللي قبله، وبجد شكرا جدا جدا ليكم، وشكرا لكل واحدة دخلت واشتركت عندي، وبجد ربنا يسعدك زي ما انتي فرحتين كده واسعدتيني. وشكرا بجد. انا مش عارفه اقول لكم ايه، ومش عارفه اقول ايه على الكومنتات الحلوه والكلام الحلو ده. انا ما كنتش متخيله ابدا ان الفيديو ينجح كده ويوصل لاكبر عدد من الناس، وانا مش عارفه بصراحه اوصف فرحتي واوصف، يعني مش لاقي كلام يوصف فرحتي. فبجد شكرا لكل واحده فرحتني، وشكرا لكل واحده كده بتكومنت من قلبها. ف مبسوطة قوي بيكم، وشرف كبير ليا ان انتوا تنضموا لعيلتي الصغيرة دي اللي هتكبر ان شاء الله بيكم. ويلا بينا بقى نبتدي روتين النهارده. وانا على فكره يعني ان الفيديو بصوره بنزله لكم اول باول، يعني في نفس اليوم. يعني الفيديو ده متصور النهارده يوم الجمعه، الموافق 15/9. فبصوا بقى ده روتين يوم الجمعة. فأنا طالبة منك ان انت يوم الجمعة لما يجي عليكي يوم الجمعة خليكي رايقة. يعني ايه؟ يعني ما تعمليش التنظيفات العميقة يوم الجمعة. لا، يوم الجمعة ده اكيد اجازة جوزك، مثلا اجازة ولادك، اجازتك انت لو انت بتشتغلي. فليه ترهقي نفسك وتتعبي نفسك؟ احنا مطحونين طول الاسبوع، فبنستنى يوم الجمعة ده بفارغ الصبر يجي عشان نستمتع، عشان ناخد كل الطاقة الإيجابية والروحانيات الحلوة اللي بتبقى موجودة في اليوم ده. فاليوم ده مش معمول خالص للتنظيفات وان احنا ننظف بقى. طب معمول لإيه؟ ان انت تصحي، يعني ايه؟ اصحي طبعا براحتك، بس لما تصحي اعملي الحاجة الأساسية اللي المفروض منك ان انت تعمليها. يعني مثلا انت شايفة ان المواعين هتزيد، لا الحقيها واغسلي المواعين بتاعتك وعينيها. شايفة ان البيت هيتكركب وولادك هيتكركبوا لو سيبت اكتر من كده، لا نضفي كده تنظيفة سريعة مش عميقة. تمام. يعني انا قدامكم كنست الريسبشن، من غير ان انا ايه، من غير بقى ان انا امسح بقى ومش عارفه ايه وكده، لا لا، من على الوش كده بس. انا عايزه بس الشكل نضيف وخلاص. طبعا اول حاجه عملتها هي الغسيل ده اساسي معانا. اي يوم من الايام، اجازه مش اجازه، احنا الغسيل ربنا يديمها علينا نعمه. لا، اساس ان احنا هننشر الغسيل بتاعنا. وزي ما قلت لك يوم الجمعه ده معمول للراحه، معمول للبرنسيس بتاعتنا تقعد كده وتدلع نفسها. احنا بقول لكم كده احنا مطحونين مسحولين طول الاسبوع. فلا، ما تتعبيش نفسك وما ترهقيش نفسك. ودايما خليكي طول الاسبوع بتستعدي ليوم الجمعه ده، اللي هو هستفاد منه ازاي، هرتاح ازاي، همتع نفسي ازاي. خليه دايما يوم ايه، يوم الزيارات العائلية. مثلا بتزوري تيتا وجدو بتوع اولادك، يعني بتزوريهم، مامتك باباكي حماتك حماكي. الناس دي حلوة قوي ان هو يكون جو عائلي، وما تقعدش اليوم كله هناك. يعني مثلا اعملي الواجب بتاعك وفرحي الاولاد يتجمعوا مع العيلة والكلام ده، وانزلي خروجي، انزلي شم هوا. انزلي اقعدي مع نفسك. فاهمين؟ لا. بصراحة كانت عادة سيئة ان احنا واحنا صغيرين بصراحة، ان مثلا يوم الجمعة ده معمول ان احنا بقى ايه، نشيل المراتب نحطها على الشمس والمخدات على الشمس. كل ده حلو بس مش يوم الاجازة. احنا بنستنى الاجازة دي عشان خاطر ان احنا نرتاح بقى، نرتاح من من وجع القلب بتاع الاسبوع كله. وخصوصا ان احنا دلوقتي معظم الامهات بدأوا الدروس مع ولادهم، فبجد احنا مطحونين. فأرجوكم يوم الجمعة ده خدوه كده ان احنا ايه، نرتاح بقى وندلع نفسنا. وعايزة ان انا استرجع معاكم كمان حاجات انا حلوة قوي كنت بعملها، وللأسف ما عدتش بعملها. بس طالبة منكم ان انتوا تشجعوني ونرجع نعملها سوا. ان احنا، يعني انا بقى لي فترة للأسف مش مواظبة على ذكر ربنا كتير، وانا بسبب الموضوع ده انا جالي طاقة سلبية مش طبيعية. وطبعا انا اسفة مش حابة انقلها لكم خالص، بس انا دلوقتي هتشجع بيكم، وهنمسك السبح بتاعتنا وهنذكر ربنا على قد ما نقدر. ربنا، يعني ربنا جميل. احنا اللي وحشين واحنا اللي بنقصر. فانتي لو مهمومة تعبانة زعلانة اذكري ربنا. انتي لو في حاجة مضايقاكي اقرأي قرآن واقرأي سورة الكهف. مش هنلاقي اغلى من يوم الجمعة ان احنا نعمل فيه الكلام ده. اليوم الجمعة ده اللي بنشحن بيه طاقتنا طول الاسبوع. فارجوكي بلاش ان احنا نبعد عن ربنا، وتعالوا نشجع بعض. واكتبوا لي كده في الكومنتات يا ترى الجمعة الجاية احنا هنعمل ايه سوا. آه، اكتبوا لي كده افكار. هنصلي على النبي مثلا 1000 مرة، هنستغفر 100 مرة، هنقرأ سورة الكهف مع بعض، هنقرأ سورة البقرة. قولوا لي كده افكار وحاجات كده حلوة تشجعنا ان احنا نتقرب من ربنا ونكون اقرب واقرب من ربنا.
فيا رب ان احنا نتنافس في حاجة زي كده ونشوف ان شاء الله كومنتاتكم بإذن الله. بصوا انا هنا بقى ايه، كان زي ما قلت لكم ابتديت بالغسيل وتنظيف الريسبشن، بس تنظيف كده على الوش كان كده وخلاص، وروقت كده ترويقه برضو من على الوش وكان اصلا نظيف. وبعد كده دخلت بقى على المطبخ، لحقت المطبخ. كانت طبعا ايه مواعين العشاء كانت كتيرة شوية، فقلت لا مش هسيب المطبخ. وفعلا عملت المواعين ونضفت البوتاجاز معاكم وغسلت الرخامة وعملت الأرض وكل حاجة تمام، كانت في المطبخ زي الفل. دي آخر حاجة اللي أنا بعملها، إن أنا بغسل معاكم أهو دلوقتي الحوض. خلاص يبقى أنا سايبة المطبخ زي الفل. بعد كده بقى ايه، دخلت ان انا كل ده طبعا ما كنتش لسه فطرت، عملته قبل الفطار. فحسيت فعلا ان انا جوعت جدا ومحتاجه ان انا اكل. فعملت بقى لنفسي ايه سندوتش كده جبنه حادقه، وعملت شاي. كنت طبعا خلاص فطرت ولادي، يعني فاهمين انا اخر واحده ممكن تفتكر نفسها. بس برضو مبنساش نفسي قوي، يعني فاهمين. بيجي عليا وقت ولازم ادلع نفسي واروق على نفسي. وفعلا جبت بقى ايه العيش البلدي الحلو ده المتواجد عندك افطري بيه. بس عارفه انت ايه، حاجات بسيطه وتدلعي بيها نفسك. يعني مثلا لو عندك خيارية قطعها بشكل حلو، عندك طماطمايه قطعها كده وحطها في طبق كده وزوقيها كده. فاهمه، افتحي نفسك انت مسحوله طول الاسبوع، فما تسيبيش نفسك ما تاكليش اي حاجه كده وخلاص، لا لا. فده مش عارفه سندوتش الجبنه ده كان لحد من ولادي. بعد كده انا عملت لنفسي برضو سندوتش جبنه، والصغنن ده برضو حد اكله. مفيش حاجه تترمى خالص الايام دي. نحترم نعمه ربنا اللي ربنا رزقنا بيها. وعلمي ولادك كده ان نعمه ربنا تحترم. مفيش حاجه اسمها ان احنا نرمي الاكل دي خالص خالص يعني. انا بقى بصراحه اكلت السندوتش الكبير ده، يعني رغيف عيش بصراحه. مش هكدب عليكم، يعني كنت ميتة من الجوع لان اصلا قبلها ما اتعشتش. فاللي هو صحية مش قادرة، وبعدين اشتغلت كتير، فلا كان لازم اوجب مع نفسي قوي يا جماعة. وعملت بقى لنفسي كوباية الشاي العظيمة الجميلة دي. بس وده كان ايه الفطار بتاعي النهاردة. وكنت مبسوطة جدا يعني فاهمين، وحمد ربنا قوي. خلاص فطرنا وشربنا الشاي وكلنا سندوتش الجبنة الحادقة. برضو لسه في شوية دلع برضو كده، انا قاعدة ايه فاهمين، مرتاحة مش ورا بعض. لا كان في فترة مثلا ساعة ولا ساعة ونص كنت قاعدة برتاح فيها. فاهمين، مش برهق نفسي خالص اليوم ده. عملت بقى لنفسي كده كوباية او فنجان القهوة بتاعي. بس هو فنجان كبير شوية بصراحة، بس مش مشكلة بقى، هو احنا برضو يوم الجمعة يعني. بس فكان بصراحة يعني حاجة لذيذة. فانا القهوة بتاعتي بشربها سادة سادة، لو انا ايه هاخد معاها حاجة حلوة. وانا كنت فعلا جايبه البونبونيه اللي هي بالكولا دي، طعمها خطير، بعشق مهما اكبر لازم اجيبها ولازم اكلها. ما بستغناش عنها بصراحه. فشربت كده القهوه مع البونبونيه، فبدم جنبي حاجه حلوه مش بحط في القهوه سكر. لكن لو مش هاكل حاجه حلوه، لا القهوه بتاعتي لازم يكون فيها ايه، طرف بس المعلقه كده يكون فيها شويه سكر. طبعا لازم ادلدق، ما بقاش جهاد يعني يا جماعه، ما بقاش جهاد الا لازم ادلدق. بس ايه، ما بسيبش بقى الموضوع كده، لا لازم احترم نفسي، يعني اقدر نفسي. يعني الفنجان ده لو متقدم نضيف انا برضو همسحه واظبطه، طب متقدم ليا برضو همسحه واظبطه، انا مش اي حد برضو. ودخلنا بقى على المملكة، مملكتنا. أوضة نومك دي مملكتك، اللي لازم تكون نظيفة وزي الفل دايما. ما تخليش فيها كركبة، والله لما بتبقى مكركبة انا ما بيجيليش نوم، ما بنامش. لازم الأوضة بتاعتي تكون نظيفة، السرير نظيف. الملاية طبعا لسه فرشاها معاكم، فبصراحة ما توسختش ولا أي حاجة. بس لازم تبقى الملاية مشدودة صح. فبالنسبة لي دي أساسيات ما بستغناش عنها. وبحبها جدا بصراحة، يعني أنا اهتمامي بيها بيحببني فيها أكتر وأكتر. فلازم كده تظبطي السرير بتاعك، ما تسيبيش كده الأوضة بتاعتك عشوائية، لا حبيها، اهتمي بيها، اهتمي بنظافتها، اهتمي بريحتها. اهتمي ان انت دايما تهويها، واول حاجه تعمليها بعد ما تصحي من النوم ان انت تفتحي شباك الاوضه، شباك البيت عموما بس اوضتك بالذات. تفتحيها وتهويها وتجددي الهواء اللي فيها دايما، تخلي طاقتها حلوه. وصلي فيها دايما علشان يعني ايه، تبقى نفسها حلو وريحها حلو كده.
فاول حاجه عملتها ان انا الهدوم اللي هي ملهاش لازمه او كراكيب دي ظبطتها، ونفضت السرير بتاعي، وظبطت الملايه، وخليتها زي ما انتوا شايفين كده ما فيهاش غلطه. بعد كده بقى دخلت على التسريحه بتاعتي، قلت بقى ان انا اخدها كده تلميعه، والحاجات برضو اللي ملهاش لازمه تتعان في مكانها، كل حاجه تتحط في مكانها. وبصراحة الدرج ده منقذ، بس اهم حاجة ان انت الدرج اللي تحت التسريح على طول ده تنظميه وتحطي له منظمات، ومش لازم تشتري منظمات مخصوص. زي ما قلتلك قبل كده، العلب القديمة اللي عندك، علب التلاجة القديمة، انا عاملاها والله وحطاها ولمالي كراكيب الدنيا، بدل ما تبقى الحاجة عشوائية كده موجودة، لا، كل حاجة لها مكان. فبصراحة يعني ضبط لي الدنيا. فقلت بقى دلوقتي ان انا اعمل ان انا المع المراية دي، لان هي دايما بتلم تراب، دايما عليها تراب، لان هي في وش الشباك، والشباك على الشارع، فدايما ان هي بتلم تراب. فقلت لا، لازم اخدها كده تلميعة حلوة و... وبس كده. قعدت بقى ألمّع فيها، وألمّع برضه المفرش اللي كان موجود، وألمّع كل حاجة كانت موجودة فيها، لغاية لمّا خليتها بتلمع وخليتها زي الفل. فأنتِ لمّعي الخشب بتاعِك ولمّعي حاجتِك، ما تخلّيش الإزاز بتاعِك عليه تراب، تراب يعني طاقة سلبية، يعني مش هتبقي مبسوطة. بس كده يا بنات. دلوقتي بقى هنعمل دلوقتي هندخل على الشباك. بالبخاخة اللي في إيدي دي فيها شوية Arial Gel، فيها شوية مَيّة، ومش شرط Arial Gel، ممكن كوريكس ألوان، ساعات باحط كوريكس ألوان مع الخل، ساعات باحط الخل مع الArial Gel، بس هنا حاطة Arial Gel بس. بالبخاخة دي أنا باغسله، حرفيًا باغسله، بافضل أرُش، 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 بينزّل كل التراب اللي فيه. وبعد كده باجيب بقى الفوطة اللي في إيدي أو أيًا كان الحاجة اللي في إيدِك، وأفضل بقى ألمّع وأمسح. هنا بابُص لإن المَيّة بتنزل كتير، بس الحمد لله ما فيش يعني تحتيّا حد حاطط حاجة، كلّه مقفّل الشبابيك، فما أذيتش حد، ودي أهم حاجة تتأكدي منها، إن أنتِ مش بتأذي حد. فأنا عملت الضرفتين هنا، بس ما كانش باين معاكم، بس عملتهم يعني كويس جدًا، ونضّفتهم خلّيتهم بجد بيلمعوا. طبعًا الشبابيك دي أساسي، أساسي إن أنتِ تنضّفيها أسبوعيًا، أنا أسبوعيًا بانضّفها، وأسبوعيًا يعني فاهمين، هي كل يوم بتلِم تراب لإن أنا على الشارع، بس أسبوعيًا بتكون خلاص بقى لازم تتنضّف، وأنا بانضّفها كل أسبوع. هنا كنت خلاص بقى خلّصت الشباك وباوريه لكم بقى كده، خلاص بقى بيلمع، بيلمع حرفيًا، بيلمع وريحته تحفة. يعني بصراحة كان يعني كنت مبسوطة جدًا، جدًا، جدًا. بس كده، ما عملتش حاجة تانية، خلاص ما مديتش إيدي في البيت تاني. لو وصلت لغاية هنا حُط اللايك، ما تنسيش، نسيت أقول لِك في بداية الفيديو. بس كده يا بنات، ده كان اليوم بتاعي، حاولت يعني باوريكم بقى شكل الأوضة، خلاص بقت زي الفل، باشمّسها، ما عملتش حاجة تانية في البيت حرفيًا، خلاص كده. أدلّع نفسي وأقعد بقية اليوم آخد روحانيات يوم الجمعة الجميل، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جاي. واهم حاجة اللايك والاشتراك في القناة، تشتركي في القناة لو انت مش مشتركة، ما تشوفيش الفيديو وخلاص، لو سمحتي دوسي على زر الاشتراك وفعلي الجرس عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد، ولايك حلو كده منك يشجعني. وشكرا ليكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد بإذن الله. مع السلامة.